الفيديو ده إن شاء الله هنشرح أمر مهم. لو أنا عندي كاميرا فيها تغير في العمق من 600 ل800 على كامل الإسبان بتاعها، وأنا حابب إن أنا أوزع الكانات بتاعتها بشكل بسيط وسريع، باختار أمر distribution وباختار الكانة اللي أنا عايز أوزعها وباختار اتجاه النظر، ومن هنا باختار varying linear وبقول له اوكي، بحدد اتجاه القطع. انا هو طالب دلوقتي مني ان انا امشي على المسار اللي انا عايز اوزع عليه، واقول له اوكي. بيطلب مني ان انا احدد الخط اللي عليه المسار اللي انا عايز اوزع عليه، تمام. وبعدين بقول له ان زونز، وليكن انا عندي 3 مناطق عشان التكثيف، اوزعهم هنا مفيش اي مشكله، وببتدي ان انا اتحكم بقى في مسافات التكثيف وقيم التكثيف بتاعه السبيسنج. ولو انا فرضت الكنه بالشكل ده هلاقي إن هو محدد لي هنا إن الضلع ده متغير من 464 ل656، وباقي الأضلاع كلها ثابتة مفيش فيها أي مشكلة.